المماطلة بالوقت ما حدا مستفيد. المماطلة بالوقت مضر جدا، اولا بحزب الله، وثانيا مضر بالبيئة بحزب الله، وثالثا مضر بالدولة. ليش مضر بحزب الله؟ مضر بحزب الله لأنه حزب الله يوميا من سنة 2024 تشرين الثاني حتى اليوم صار مستشهد عنده ما يفوق 231 عسكري وكادر وإلى آخره، وما قدر يعمل شيء. بما في انه عم بيقول عندي سلاح، طيب هذا السلاح اللي انت محتفظ فيه ما قدرت تدافع عن حالك فيه، وبالتالي استمرار المماطله بهذا الموضوع حيزيد الخسائر دون ان يتمكن حزب الله من انه يعمل ردة فعل. اثنين، عم تخسر البيئة كثير، بيئة حزب الله. ليش؟ لانه حصرية السلاح مشروط اعادة الاعمار مشروطة بانهاء عملية حصرية السلاح وتنفيذ الاتفاق الاعمال العدائية، وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل. حتى الان عندك انت كل القرى الامامية على الحافة الحدودية مدمرة وممنوع حدا يفوت عليها. عندك كل معظم قرى الجنوب ما فيك تعملي حيط عمار، وبالتالي الناس بعدها مشردة من بيوتها. حزب الله دفع ايجارات للي بيوتهم تهدمت بالجنوب ولا بالضاحية ولا بأماكن أخرى لمدة سنة بدءا من تشرين الثاني الماضي. نحن بعد شهرين بصير تشرين الثاني.